اهلا بيكم وفيديو جديد. اتعلمنا الفيديو اللي فات وعرفنا السبجكتيف بروناونز اللي هي الضمائر الشخصيه اللي انا بستخدمها علشان اقدر اقول انا بتكلم عن راجل ولا عن ست ولا عن مجموعه ناس مع بعض. تعالوا دلوقتي نفتكرهم تاني مع بعض. لو انا بتكلم عن نفسي انا بقول I. لو بتكلم عن ولد he. لو بتكلم عن بنت she. لو بتكلم عن شيء حيوان او اي حاجه ما بتتكلمش it. لو بتكلم مع واحد في وشه هو بقول you. وقلنا you بستخدمها لو انا بتكلم مع شخص واحد او مجموعه ناس مع بعض، فبقول لواحد بس you، ولو بكلم 3 أو 4 بقول لهم you. بعد كده لو مجموعه وانا منها بقول we. ولو بتكلم عن ناس تانية خالص انا مش منهم وما بتكلمش معاهم بقول they. يلا بينا نعرف ازاي نقدر نستخدم subjective pronouns مع حاجة اسمها verb to be. verb to be اللي هو فعل يكون، ومن كلمة يكون لازم اعرف ان انا لما استخدم الverb ده معناها ان انا بعرف نفسي او بعرف شخص معين على ناس معينة. فهنا مثلا لما بقول I بقول معاها verb to be am. لو انا عندي verb اوكي مع he بقول he is. She is. It is. لكن لو عندي you بقول معاها are، فبقول you are. We are. They are. ده بيكون شكل الفعل مع كل الضمائر الشخصية اللي احنا قلناها. هنقول دلوقتي كل ضمير مع الفعل بتاعه والمعنى بتاعه بالعربي. زي ما قلنا I am أنا أكون. He is هو يكون، وكذلك مع الباقي. She is. It is. You are أنت تكون أو أنتم تكونوا. We are. They are هم يكونوا. هنا عرفنا كل فعل مع الضمير الشخصي بتاعه. في حاجة هنا بقى ممكن نعملها بتسهل علينا النطق وتخلينا ننطق بشكل أسرع، وهي حاجة اسمها contraction. والcontraction معناها إن أنا بدمج الكلمتين دول مع بعض علشان ينطقوا بسرعة ويدوني صوت جديد أسرع. فمثلا كلمة am لما باجي أدمجها أو أعمل لها contraction بختصرها وبخليها apostrophe M. طيب is apostrophe S. ودايما أعرف إن الابوستروف دي بستخدمها لما باجي أختصر كلمة معينة. R هختصرها هنا وأقول apostrophe RE. طيب تعالى بقى دلوقتي نحط كل واحد فيهم مع الضمير الشخصي بتاعه ونشوف هننطقهم مع بعض ازاي. فهنا مثلا قلت I am، لما اختصرناهم مع بعض هنقول am. He is. He's. She is. She's. It is. It's. You are. You're. We are. We're. They are. They're. فبكده الاختصارات بتخليك تنطق الضمير مع الفعل بشكل أسرع ونطق محترف. تعالى بقى دلوقتي نعرف مع بعض ايه الحاجات اللي بتيجي بعد verb to be. احنا قلنا ان verb to be معناه يكون، وهنا بستخدمه علشان اقدر اقدم نفسي واقول معلومات عني. طيب لو انا دلوقتي عايز اتكلم عن نفسي انا، قلنا هنقول am. فتعالى اقول لك دلوقتي ازاي قدرنا نستخدمه. اول حاجه قلت محمد. فهنا اول حاجه تقدر تكون بعد verb to be هو اسمك. محمد، احمد، ياسر، ايا كان. تاني حاجه اقدر اقولها سني، عندي كام سنه، وهنا بستخدم حاجه اسمها الرقم. بعد كده بقول years old، فبقول مثلا I'm 25 years old. 25 years old. تالت حاجة تقدر تتكلم عن جنسيتك، انت منين؟
فهنا اقدر اقول I'm an Egyptian. I'm an Egyptian. وخلي بالك ان انا هنا علشان كلمة Egyptian اسم وليه جمع، فلما جيت اقولها قلت قبليها an علشان اقول لهم ان انا لوحدي، فلو ليه جمع بنستخدم او an. ولكن لما قلت محمد ده اسم كمان، ولكن هل محمد ليها جمع؟ فهنا مش هستخدم a or an. فa or an بستخدمها لو الاسم ليه اسم جمع. اوكي؟ بعد كده قلت الوظيفة بتاعتي، انا بشتغل ايه؟ I'm an English teacher. I'm an English teacher. آخر حاجة تقدر تستخدمها وانت بتقدم نفسك المكان اللي انت منه، فقلت I'm from. أنا منين؟ Egypt. I'm from Egypt. يلا بينا نقول شوية الأمثلة دول وما تنساش تكرر ورايا. أول حاجة I'm a boy. I'm a boy. I'm a girl. I'm a girl. He's a man. He's a man. He's a boy. He's a boy. She's a girl. She's a girl. She's a woman. She's a woman. It's a chair. It's a chair. It's a cat. It's a cat. Very good. You're a singer. You're a singer. You're a friend. You're a friend. We're sisters. We're sisters. We're brothers. We're brothers. They're trees. They're trees. They're cars. They're cars. دلوقتي أتمنى من الفيديو ده نكون فهمنا من خلاله إزاي نستخدم subjective pronouns مع verb to be، وإزاي نعمل contraction علشان نتكلم أسرع منهم. إحنا كده خلصنا، وشكرا لكل واحد بياخد خطوة علشان يتعلم ويطور من نفسه في الإنجليش. نتقابل الفيديو الجاي. باي. كونسبت، اتعلم إنجليزي صح.